شوف انا اقول لك انصح، انا ما طلعت والله يا ابن سلام ازيد اسمعك تتكلم عني او تذكر اسمي لا يهين كرامتك. يحرم علي لا اطلع يهين كرامتك لعنده، واني ما ارد عليك بالمواقف. ما انا عارف اين انت ولا ان خريتك الكلاب، لا انت ولا 7 مليون عينتك ولا اطلق شرف فيكم، داري له وين هو وين ضمن الدجاج. فهمت؟ انا فواز سلام يا ابني على دي. انا ماني شبني واحد. انت فواز سلام، انت واحد انا فواز سلام رجال من قبل ما تخلق. اقلع دانق. فواز سلام فواز سلام بدأ سلام ونعم بس. اقلع جاي عندي تفصع. قلنا لكم بينكم مشاكل، سيروا انتم الرجال واجو خاص. سير انت وهنزل ملح، نزل مقاطع فيديوهات على عني برد عليك حرام وطلاق، ما ارد عليك بكلمه وانا رجال من بثبي. لا تجيش انت الحين تفصع. شايفني جالس انا ماسك نفسي ومحترم لك وانت قرحه براسك. اللي براسك سويه انت، ولا اطلق شنب معك ولا من كان. دي في برس ابوكم سووه. قلنا لكم بينكم خلاف، انتم الرجال تجوا تصفوا خلافاتكم بوسط حريم. عيب، قعوا رجال، ارفعوا علومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واسعد الله صباحكم. قد نختلف في كل المواضيع إلا العار. فإذا أنتم راضيين للأخ بلال والأخ طلال يسبوا عاري ويتكلموا على زوجتي، فهذا الشيء راجع لكم يا أبناء محافظة إب ويا أبناء اليمن كاملة. فأنا داخل على الله ثم عليكم ويا السلطات السعودية، إذا أني غلطت على هذا الشخصين أو إني اتهمتهم بالزور فقد شوهوا سمعتي بما فيها الكفاية، وقد منحوا كل الداعمين وكل المحبين صورة سيئة ليحيى مجلي، فما أعرف من وراءهم للدعم. فلكن أنا والله العظيم أعاهد الله سبحانه وتعالى إني سأخذ حقي بالقانون اليوم قبل بكرة، ليس تهديد، وإنما هذا عاري وشرفي. وإذا كان عاركم وشرفكم فأنا عاري وشرفي. فبلال سعيد ملهي الجعمي والأخ طلال، هؤلاء الاثنين، الأخ طلال جالس في السعودية مجهول الهوية، والأخ بلال مقيم وعارفين مكانه. فوالله العظيم أقسم بالله العظيم ما دام إنكم مسيتوا شرفي وتصورون النسوان من الشارع وأنا فاتح لايف وتقولوا إنها زوجتي، لا والله. فعاري إذا كنتم أيها الداعمين اللي سحبتم على يحيى مجلي، ومن ضمنهم الصياد ولودنج والأخ كثير من الأخوة في أمريكا، إذا كنتم أنتم راضين لهذا الأخوة يتكلموا على عاري، وأنا والله العظيم والذي قسم يعبد أنا مو تبرير لكن حرة من قلبي على عاري وحريمي. فإذا كان أنتم راضين على هذا الكلام فأنتم راضين. الإنسان ما يرضى على عرض أخوه، وكل يوم وكل ما جاء عندي داعم راحوا يسبوه علشان يجي يدعمكم، علشان يدعمهم. فأنا وصلت اليوم إلى المعلومة إنه الأخ بلال سعيد ملهي الجعمي من محافظة إب، من قرية ما أعرف إيش اسمها القرية بالعكس، ولكن بنوصل اليوم حصلت رقم أبوه رقم أهله. إذا ما أخذت السلطات السعودية بحق أهلي وبعرضي، أنا بأخذ حقي هناك في البلاد بالقبيلة وبالهناك، وكل واحد ما نخرج إلا متصافين. فهذا مو تهديد أخ بلال ويا أخ طلال، مجرد تنويه، وأخبركم إن الله سبحانه وتعالى بأخذ حقي بالدنيا قبل الآخر، وإذا ما أخذتهاش بالدنيا بيأخذها الله أنا والله العظيم ب7 سماوات، ليس تبريرا ولا خوفا ولا ذلا، ولكن توضيح لمحبيني. إني ما سبيت ولا رسلت ولا عمري تكلمت على داعم. رسلت 4 حسابات هذه ما قلت لش أيش يسوي، ورجعت تسامحت أنا وأصحاب الحسابات هذه، وبيني أنا وياهم أخذ وعطاء. أخواني البرق الخاطف والمحيسن والمهدلي وأبو شوق لهم كل التحية والتقدير فوق راسي. فالذي شبك العمور هذه كلها الأخ بلال والأخ طلال الذي سبوا عاري، والناس عارفين كلها وعندهم مقاطع، ليس تبرير، ولكن لازم أخذ حقي. هذا عاري وشرفي، فعاري وشرفي لازم أنا أخذه. إن كان أنتم راضين على عرضي وشرفي وأنا ما تكلمت على عرض إنسان مدى في البرنامج. وتحياتي لكل شريف وعفيف ويعرف معنات العار. السلام عليكم.